ما تيجوا نصلي على شفيعنا ورسولنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. وتعالوا اقول لكم على حاجه كده قمر، وصفه تجنن. فراخ محشيه فراخ بلدي، والبيتزا الشرقي بالجلاش عملتها حاجه كده قمر. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقه التحضير. جبت بصلايه بشرتها وحطيت عليها حبه ملح وفلفل ودعكي فيها خالص لحد ما تنزل ميتها. وهاتي فراخك تكوني غسلها حلو وعملت لها محلول نقع كويس جدا، وتصفيها وادعكي بقى البصلايه اللي هي من ملح وفلفل دي بالفراخ كده بره وجوه. بصوا بتودي الطعم في مكان تاني يا جماعه، بتخليها رائعه. طيب بعد كده هتعملي ايه؟ هخلص بس الفراخ اللي عندي كلها دعك من بره ومن جوه بالبصل والفلفل والملح كده. وبعد كده اهو ودي فرخه تانية اهو برضو من بره ومن جوه ومن كل حته كده. يلا يا قمرية صلي على الرسول في الكومنتات وسمعيني كده الصلاة على النبي، واتفرجي على الجمال اللي احنا هنعمله. هنعمل عظمة النهاردة. كان عندي عزومة بصراحة وكنت جايبة 3 فراخ بلدي، قلت احشيهم بقى فريك ونعمل ايه صينية بطاطس جنبهم كده ونعمل جلاش. بس الجلاش يا جماعة يعني انا لو حطيت الفيديو بتاع الجلاش كان هيبقى طويل جدا. انا خليت الجلاش اللي هي البيتزا الشرقي ده في فيديو لوحده عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وادي تالت فرخة اهو، كنت جايبة فرختين بقى كانوا صغننين كده، والفرخة التالتة كانت كبيرة شوية. ودعكتهم من بره وجوه بالبصلة المبشورة والملح والفلفل، بيخلوا طعمهم في مكان تاني خالص. طيب بعد ما هخلص كل دوت يا جماعة كده، ولو حاولي تحطي ما بين الجلد كده هو تدعكي. اهم حاجه يا جماعه ندعي دعوه حلوه لبتوع الثانويه العامه، بالله عليكم ربنا ينجحهم كلهم ان شاء الله ويوفقهم. ويعتبر اول امتحان ليوم الجد هيبقى يوم الاحد الجاي لغه عربيه. ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل طلاب الثانويه العامه. وهنا يا جماعه الفريك انا عملته معاكم كذا مره. بقطع بصلايه كده حلوه وتروحي مشوحاها، وتكوني غسله الفريك بتاعك ونقعاه ومنقياه، تروحي مصفياه ورميه عليها، وتبهريه بقى حبه ملح وفلفل وحبه ماجي، بس انا ما بحطش فيه اكتر من كده. وهنا بقى ما بين الجلد بحشي وبحشي الفرخة كلها. بسم الله ما شاء الله كان طعمه حكاية. أنا عيالي من عشاق الفريك يا جماعة. في ناس بيحشوا رز براحتك خالص، دي حرية شخصية. وهنا بقى تكتفي الفرخة بتاعتك كده اهوت، وتروحي حاشية من فوق الزور بتاعها. أنا بفتح الزور كده وبروح حاشياها اهو. بصوا بالمعلقة بإيدك بقى زي ما يكون. وهكمل بقى ايه الحشو. بعد كده غليت حلة مية ورحت نازله بالفراخ بتاعتي في قلب حله الميه. وطبعا تبهري بقى، تحطي حبه فلفل اسود وحبه ماجي وحبه 7 بهارات، ورق رولي، حبهان. ارمي كل دوت في قلب الميه اهو بتاعت الشوربه بتاعت الفراخ. وشم الريحه بقى والفحفحه، وخصوصا دي كانت فراخ بلدي يا جماعه، كان طعمها خطير. تعالوا بقى نتنقل لصينيه البطاطس العظمه اللي احنا هنعملها. قطعت البطاطس بتاعتي حلقات. في ناس بتقطعها مكعبات براحتك خالص، انت مالكه في مطبخك، اعملي زي ما انت عايزه وحسب ما اولادك متعودين معاكي. بالله عليكم تدعوا لكل طلبه الثانويه العامه يا جماعه، ربنا يكرمهم ان شاء الله ويفرح قلوبهم بالمجاميع اللي هم يحبوها، ويفرح اهاليهم ويفرح كل بيت في مصر عنده ثانويه عامه باذن الله. وهنا بقطع البصلايه حلقات كده اهو يا جماعه. هقول لكم بقى تركية للبطاطس اعمليها وهتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. ادي بصلتين، ادي دي البصلة التانية. طيب انا قطعت نصها والنص التاني يا زوزو مش هتقطعيه؟ لا انا مش هقطعه، انا هبشره. ابشريه بقى في المبشرة كده اهو. بيدي بصوا ريحة وطعم للبطاطس بصراحة يا جماعة في منتهى الجمال. اعملي بس الحركة دي كده على طريق الزوزو، والله هتعجبك جدا وهتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. اهم حاجة الدعوة الحلوة يا جماعة، ربنا يكرمكم ويكرمنا ان شاء الله اهو. وهنا قطعت بقيتها. وبعد كده جبت بقى فلفل احمر واخضر رومي، عايزه تحطي سبايسي براحتك خالص، دي حريه شخصيه. طبعا انا بشتغل بايدي يا جماعه لان انا غاسله ايدي وايدي نضيفه، واحنا عارفين ان احنا ستات في بيوتنا ايدينا تحت الحنفيه على طول في المطبخ. وطماطميه حلقات كده وتروحي رصاها عليها. وبعد كده تبهري بقى حبه فلفل اسود، حبه كمون، حبه ملح، يعني من كل حاجه نص معلقه كده يا جماعه علشان ما تبقاش معلقه صغنونه كمان بتاعه الشاي. ما تغمقيش البطاطس عندي. حبة 7 بهارات، حبة ماجي اهو. وبعد كده هوت هنزل بقى عليهم بحبة شوربة، وتديهم غلوة واحدة بس من فوق. عايزة وروح مدخلها الفرن، عايزة تدخلها الفرن زي ما هي نية في نية كده براحتك خالص، دي حريتك الشخصية. بعد كده حطيت ورقتين راولي، وتروحي كمان حاطة ايه بقى يا زوزو اللي بتدي الفحفحة، تحطي قطعة تومة زي ما انا حطيت كده اهو. وتعالوا هنا بقى نعمل الفراخ بتاعتي السلقت. تعالى نعمل لها خلطة رائعة تتبيلة كده. حطي معلقة فلفل اسود كبيرة، وبعد كده هتحطي ايه يا زوزو تاني؟ حبة ملح،
حبة ماجي، تحطي حبة بهارات وتروحي اهو بهارات اهي. وبعد كده هو تروحي يا قمرايه نازله بدبس الرمان وصويا صوص. بجد بصي بيفرقوا في الطعم جامد جدا. في التتبيله بتاعت الفراخ اللي من فوق اللي بتدهني بيها الفرخه، وفي اللون كمان خلي لونها رائع وهتتفرجوا معايا. اهو معلقه كبيره دبس رمان ومعلقه كبيره صويا صوص، وقلبي الخلطبيطه دي في بعض بقى، وتحطي حته صلصه برضو، حطيت معلقه صلصه وحبه زيت، حبه معلقه سمنه، معلقه زيت اللي عندك اللي في متناول ايدك حطيه. بعد كده حطيت كمان نص معلقه كركم عشان تتفرجوا على اللون بقى والجمال. والخلطبيطه دي كلها قلبيها في بعض كده اهو اهو. وتروحي ده جايبه بقى الفراخ بتاعتك، وتروحي دهنه بقى فراخك اهو. مش انا قلت لكم معلقه زيت او سمنه، انا حطيت سمنه. وتقلبي ودهني فراخك بقى، ودخليها الفرن تحت الشوايه، واتفرجوا على الطعم وعلى اللون. ومعلقه صلصه كمان اهو. بجد تتبيله تحفه تحفه تحفه، بتخلي طعم الفراخ كده وانت بتاكليها خطيره. وبرضو ممكن تحطي حته تومه كده صغننه وتروحي ايه مدوباها. خدي الفراخ بتاعتي بقى يا جماعه، وانزلي بقى ايه بالخلطه الرائعه دي، ودهني بيها فراخك كلها. خلاص فراخ استوت، انا عايزه بقى ايه ادخلها تحت الشوايه كده تدي اللون بقى والجمال. بصوا الجمال بقى، انا مش قادره اقول لكم على اللون والطعم يا جماعه. الطعم كمان طعم التتبيله دي تحفه اهو. حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انا كنت مقفلاها بالخله، شلت الخله بقى خالص اهو اللي كانت فيها، لان خلاص هي الفراخ قفلت اهي. وتبل بقى كله 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 كده، دي لون دهنه حلوه كده. طبعا الفرن بتاعي والي على الشوايه، وانزلي بيهم تحت الشوايه يعني بصي مش هتتعدي ال5 دقايق، وقلبيها الناحيه دي والناحيه دي عشان تاخد اللون واحد. وهنا كان احلى غدا يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. رز بشعريه وبطاطس، وعملنا طبق ملوخيه، والفراخ القمر دي اللي انتوا شايفينها. ودي بقى البيتزا الشرقي، كان في الجلاش عملته بطريقه خطيره، بس اوعدكم عامله لكم فيه ليه فيديو لوحده مخصوص لانه كان طويل جدا، هتشوفوا الجمال بتاعه. وهنا كان فضل وعدل من عند ربنا، اللهم ديمها نعمه واحفظها علينا من الزوال يا رب. وادي الفراخ القمر، بصوا اللون يا جماعه، بصوا التتبيله اللي انا عملتها مخليه لونها ازاي، حاجه كده عظمه اللهم بارك. الف هنا وشفا على اللي كل، والف هنا وشفا على اللي هيعمل على طريقه زوزو وهياكل. هتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، ودعوه حلوه من قلبكم لبتوع الثانويه العامه، بالله عليكم ربنا يفرحهم كلهم. ودي البيتزا الشرقي يا جماعه، ومعمول لها فيديو مخصوص لانها كانت طويله وكانت قمر وكانت طعمها حكايه. يلا يا قمرايه لايك وشير للفيديو كتير 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 علشان نرفع من نسبه المشاهدات. ويا رب تكوني استفدتي مني اي حاجه، ادينا كلنا بنتعلم من بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.